وين ما كنت حول العالم باستخدام المفتاح هذا أقدر أدخل على حسابي سواء جيميل، يوتيوب أو حتى الفيسبوك بالتوثيق الثنائي وبأمان جدا عالي وماني محتاج لجوالي. خلنا أقول لكم السالفة من استوديو الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف. المفتاح هذا هو أحد وسائل الأمان الثنائية اللي موجودة عندكم، وتقدر تستخدموها في الجيميل، في اليوتيوب، في الفيسبوك، في الدروب بوكس، وأيضا بعض الخدمات الأخرى. فبالتالي تخلي قناتك على سبيل المثال من أصعب القنوات إنه أحد يقدر يستولي عليها، وتقدر تسترجعها بكل بساطة بهذا المفتاح. الفكرة ما فيها زي ما قلت لكم توثيق ثنائي، فإحنا في العادة لما نجي نكتب كلمة السر بعد ما ندخل اسم الحساب بيجي يقول لنا أسلوب التوثيق الثنائي، فيرسل لك مثلا رسالة نصية على جوالك، أو يقول لك بعض الأرقام لازم توثق لي إياها أو المعلومات توثق لي إياها عشان أتأكد إنه أنت. فالتوثيق الثنائي مهم جدا، هو موجود على اليوتيوب وهو موجود أيضا على الجيميل والفيسبوك، ويمكن هذه المنصات أحد مصادر دخلك، فشيء زي ذا ب$6 يستاهل بشكل كبير إنك تستثمر فيه. طريقة إعداده جدا سهلة، بكل بساطة مدعوم على نفس متصفح الكروم، فيبغى لك على كمبيوتر أو على ماك يكون عندك متصفح الكروم فقط. حاليا هو هذا اللي يدعمه. الشيء الثاني، ادخل على إعدادات الجيميل أو اليوتيوب أو الفيسبوك من ناحية السكيورتي والأمان، اللي هي تروح لمكان كلمة السر، تختار التوثيق الثنائي two-way verification، وحتلاقي وسيلة جديدة اللي هي security key. مفتاح الأمان هذا نظام الحماية اللي عليه اللي هي الفيدو U2F. أقدر أستخدم واحد من هذه المفاتيح وأحط كل حساباتي عليها نفسها، فأكثر من حساب فيسبوك وجيميل ويوتيوب كلهم موثقهم ثنائيا بهذا الكارت. إذا جيت أدخل من كمبيوتر جديد على نفس هذا الحساب يقول لي أول شيء اسم المستخدم، بعدين كلمة السر، بعدين يقول لي إيش أسلوب التوثيق الثنائي اللي تبغاه. حتلاقي مفتاح الأمان الأزرق هذا. بكل بساطة اختار هذا الخيار، حط المفتاح على نفس الكمبيوتر، المس نفس زر المفتاح الذهبي، بينور عندك المفتاح تلقائيا، هتلاقي دخلت على الحساب. معلومات سريعة، المفتاح الواحد تقدر تربطه على مجموعة حسابات تقريبا لا منتهية. مفتاح الأمان هذا ضد الصدمات، أيضا هذا المفتاح ضد الموية. المفتاح هذا ممتاز لملاك القنوات على سبيل المثال اللي ما يبغوا يربطوا حسابهم في رقم جوال محدد. أيضا ممتاز للناس اللي في الشركات ويبغوا يعرفوا الأشخاص اللي عندهم سبل التوثيق الثنائية للقنوات، للحسابات حقت الفيسبوك وحتى لحسابات الجيميل. أيضا إذا عندكم دروب بوكس وفي معلومات مهمة، سبل التوثيق الثنائية ومفتاح هيخلي ما حد يشوف معلومات الدروب بوكس إلا اللي معاه المفتاح. للتأكيد إذا أنت على نفس الجهاز ووثقته ودخلت فيه، أحيانا التوثيق الثنائي يذهب عن هذا الجهاز، فبالتالي لازم تسوي ساين اوت كامل، بعدين ترجع لازم تسوي ساين ان جديد عشان يطلب المفتاح مرة ثانية. هذه أحد الشركات اللي تنتجها اللي هي يوبيكو، تنتج المفاتيح هذه مصنوعة في أمريكا والسويد حسب ما هم ذاكرين. الشيء الثاني، في أنواع مختلفة لمفاتيح الحماية، مفاتيح الإيمان، هذه مو بس هذا النوع. أيضا بحط لكم رابط من نفس الشركة هذه يوضح إنه إيش الخدمات الأخرى اللي قاعدة تستخدم هذا المفتاح. لما إحنا جينا صورنا الفيديو هذا كان ما عندكم غير الجيميل، اليوتيوب، أيضا موجود عندكم الفيسبوك، الدروب بوكس، وهذه الأشياء اللي نقدر نقول منتشرة عندنا ومدعومة من نفس المفتاح للتوثيق الثنائي. فتدريجيا قاعدة تزيد هذه الخدمات لأن نوعية التوثيق الثنائي صارت جدا قوية. بإذن الله أصحاب حسابات الفيسبوك والجيميل وأصحاب اليوتيوب يستفيدوا من مفاتيح زي هذه ويوثقوا حساباتهم ثنائيا، بحيث إنه مهما صار تهكير ما تهكير تاخذ حساب تقدر ترجعه بكل بساطة لأنه أنت معك المفتاح هذا حق الأمان. لا تنسى تقول لنا رأيك إذا عجبك هذا الفيديو. في نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.